السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم حلوة المورينغ. من غير ما نطول عليكم ننتقل للمقادير. بالنسبة للمقادير فهي بسيطة جدا جدا ومتوفرة في جميع المنازل، واللي هي عبارة عن سكر. استعملت 200 غرام من السكر، نكهة الفانيلا أو الفانيلا السائلة. هذا فقط لإعطاء النكهة، ممكن تستغنوا عنه، ممكن تستعملوا نكهات أخرى. وبحاجة أيضا الحبتين من البيض، ولكن احنا بحاجة فقط الأبيض البيض. يعني لكل 100 غرام من السكر ناخد أبيض بيضة واحدة. استعملت 200 غرام واستعملت معها بياض بيضتين فقط. هذه هي المقادير. اما بالنسبه للطريقه، ناخذ الخلاط الكهربائي، من الضروري نستعملوا الخلاط الكهربائي. نوضع فيه ابيض البيض ونخفقه لمده دقيقه واحده فقط على السرعه القصوى. من بعد مرور دقيقه فابيض البيض اصبح مخفوق جدا، حصلنا على رغوه. الان نضيف باقي المقادير، يعني السكر والفانيلا. وخلال هذه المرحلة ممكن تضيفوا باقي المقادير، يعني نكهات أخرى أو ملونات غذائية. ثم نقوم بخفق البيض والسكر لمدة دقيقة، وأيضا على السرعة القصوى. من بعد مرور دقيقة ها هو خليط المورينغ أصبح جاهز. فقط احنا بحاجة لدقيقتين فقط للحصول على خليط المورينغ. ناخد الجيب الحلواني وناخد اي رأس. انا استعملت هذا الرأس هذا، ممكن تستعملوا رؤوس اخرى للحصول على اشكال اخرى. نوضع الخليط داخل الجيب الحلواني. ناخد صينية الفرن ونوضع فيها ورق الزبدة. من الضروري نستعملوا ورق الزبدة. ثم نوضع المورينغ بهذه الطريقة. ممكن تستعملوا اي شكل اخر من اختياركم. أنا فقط اختاريت هذا الشكل التقليدي البسيط للحصول على قطع صغيرة. ومن بعد ما انتهيت من ملء الصينية ندخلها للفرن. الفرن يكون ساخن، درجة الحرارة منخفضة لمدة ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة هذا هو الشكل النهائي المورينغ. فهو محافظ على الشكل، وايضا فاللون من الاحسن يكون ابيض. انا حصلت على لون تقريبا باج يميل للذهبي، من الاحسن هو يكون ابيض. ومن الداخل فكتشوفوا فهي رطبة جدا من الداخل وخفيفة جدا. مباشرة بعد ما توضعيها في داخل الفم فهي تذوب، وصدقوني فهي رائعة جدا. وأي شخص ذاق هذا المورينغ فهو يعني أعجب بها جدا. وأتمنى أنتم أيضا تعجبكم وتجربوها. أشكركم جدا على المتابعة. انتظروني في الفيديو القادم مع أشكال أخرى للمورينغ، أفكار جديدة وألوان مختلفة. يلا، مع السلامة.